من الطبيعي ان اللعيبه بتتصاب في ماتش او في تدريب، لكن تتصاب في خناقه مع سواق تاكس اهو ده اللي مش طبيعي. قصتنا النهارده عن اللاعب سيد مسعد السيد ما بين قوسين الاجنبي، لاعب نادي الزمالك المصري. سيد من مواليد سنة 1987 بمحافظة الإسماعيلية، بدأ مشواره في نادي القناة وبعدها احترف على طول في لبنان في نادي الأهلي اللبناني، ثم عاد مرة أخرى لنادي القناة، وبعد تألقه مع نادي القناة انتقل لنادي الزمالك بعد صفقة كان الإسماعيلي في منافسة جديدة. انتقل للزمالك في صيف عام 2009 مقابل 1,000,000 جنيه. بداية سيد مسعد مع الزمالك كانت بداية موفقة جدا، حاز على حب جماهير الزمالك وقدم مستوى رائع، وبالأخص في المعسكر التأهيلي للزمالك بالإمارات في الوقت ده. وكل جماهير الفارس الأبيض عمرها ما تنسى سيد مسعد، وبالأخص هدفه ده، هدفه في نادي المقاولين اللي أنقذ الزمالك من خسارة أكيدة. كان من اللعيبة اللي بادئة مشوارها الكروي بشكل ممتاز جدا، ولكن لسوء الحظ متمرش كتير، بالذات تحت الأضواء والشهرة. سيد مسعد، قولولنا في الكومنتات مين اللعيبة اللي عايزيننا نتكلم عليها في الفيديوهات الجاية. ما تنسوش تابعونا.